يعني مثلا لو انا استوديو بصور صور، انا معايا كاميرا مثلا 6 دي مثلا او اي كاميرا غاليه، جميل. صوره من الكاميرا دي انا ممكن اصور بيها حد، اقف بيها على البحر، اصور بيها الناس اللي على البحر واخد فيها 10 جنيه، وهي نفس الصوره دي ممكن اصور بيها في شيراتون او في ايفنت كبير واخد على الصوره 1000 جنيه. فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت بتختار الشريحه اللي انت هتتعامل معاها، وعلى اساس الشريحه دي بتسعر الخدمه بتاعتك، تمام؟ حتى لو الخدمه بتاعتك تكلفتها 10 جنيه، انت لو اخترت شريحه عاليه وقدرت تبني براند في عقولهم ان انت بتقدم خدمه قويه، حتى لو تكلفتك انت 10 جنيه، انت ممكن تبيع ب 100 جنيه ب 1000 جنيه. محدش هيقدر يتكلم معاك ليه؟ لان انت باني براند. وقلنا المره اللي فاتت ان مفيش حاجه اسمها ايه احسن حاجه ان انا ابيع اغلى حاجه وحاجه فيها جوده عاليه وبسعر عالي، لا مفيش حاجه اسمها كده. مش احسن حاجه ان انا ابيع حاجه سعرها عالي، لا، الاحسن حاجه ان انا الاقي حل المشكله واجيب لها منتج يحلها. الحل المشكله ده لو لناس مستوى الدخل بتاعهم قليل، يبقى لازم المنتج بتاعي يبقى سعره قليل. لكن لو الحل بتاع المشكله دي الناس مستوى الدخل بتاعهم عالي، يبقى انا لازم السعر بتاعها عالي حتى لو انا جايب الحاجه دي رخيصه، تمام؟